عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد في 5 رياضة مع تيسير. أخبارنا سريعة لكنها مهمة تهمك كأهلاوي وزملكاوي. ودايما العنوان بتاعنا زي ما دايما بنقول هو زي المحتوى، مش بنغش ولا حاجة. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشترك في القناة. النهاردة كان عندنا مباراتين مهمين، مباراة بيراميدز والبنك الأهلي والزمالك والمقاولين، المباراة المثيرة اللي هنتكلم عليها بالتفصيل. بس قبل ما نتكلم على الاتنين بنبارك للأهلي على فوزه أمس ب3 أهداف مقابل لا شيء ضد سان جورج الإثيوبي في بداية مشواره للحفاظ على اللقب الإفريقي، وإن شاء الله يحصل على لقب جديد. زي ما قلنا المباراتين النهارده كانت بيراميدز والبنك الأهلي، وبيراميدز فاز 1 لا شيء. وطبعا ده يتناسب مع النجوم أو الضجة اللي اتعملت على فريق بيراميدز، والماتش اللي فات متعادل مع الزمالك 2-2. فبالتالي عاوزين نقول ان الفريق البطل او شخصيه البطل ما تنفعش مع اي فريق. ننقل بقى على المباراه المهمه اللي هي موضوعنا النهارده، مباراه الزمالك والمقاولين. انا عاوز بس اقول حاجه، ان احلى حاجه في اوسيريو يا جماعه اللي هو بيلبس حلو. احلى حاجه في اوسيريو فعلا هو بيلبس حلو، بيجيب تيشيرتات حلوه، قمصان حلوه، الكلام ده كله. لكن في الملعب انا بحس اللي هو في الملعب عادي. يعني في الملعب عادي، يعني الطبيعي انا لو مكانه مثلا. طب انت ليه بتبدا بالشباب، ايشو وبيسو والكلام ده كله، وتزنق نفسك شوط كامل وتنزل الشوط تاني مضغوط مستني تكسب او تخسر والكلام ده كله؟ طب ليه؟ طب ما انا ابدا الاول بلاعيبتي المهمه واكسب الماتش، اضمن مباراتي، وبعد كده انزل اللي انا عاوزه وادور اللعيبه اللي انا عاوزها تدخل الترس معايا وتدور، مفيش مشكله. لكن انت بتبدا بالاول بتضيع شوط كامل، وده حصل برضو في ماتش بيراميدز، بتضيع شوط كامل وبعدين تنزل اللعيبه مضغوطه الشوط الثاني مستعجله عاوزه تكسب. لكن زي ما قلت لكم، هو احلى ما في اوسوريو اليومين دول هو بصراحه لبسه، بيلبس تيشيرتات حلوه وقمصان حلو. فانت بدات اول شوط اللعيبه ماتش عادي جدا، شوط عادي رايح جاي. المقاولين ليه فرص، الزمالك ليه فرص، ما حسيناش يعني بزياده الزمالك على المقاولين ولا حاجه. وطلع الشوط الاول 0-0. جه الشوط الثاني عمل تغييراته، نزل اللعيبه الاساسيه، بدا الزمالك يمسك المباراه تماما، والمقاولين كل اللي بيعمله ان هو بيدافع وبيحاول يطلع بنقطه تعادل 0-0. لكن الزمالك ضغط، وطبعا الزمالك كان جاب جون واتحسب اوفسايد، وهو فعلا اوفسايد. جه بعد كده الهدف الثاني جابه اوباما اللي اتحسب 1-0. لكن الزمالك جاب الهدف وقال خلاص الماتش خلص، فاحنا عاوزين نضيع باقي الوقت. فبدا اوباما يستعرض، بدا شيكا يعمل كعب، بدا مش عارف زيزو يعمل ايه. المهم هم خلاص اكتفوا ب1-0 وقال لك خلاص المباراه انتهت. مع ان الطبيعي ان انت تكمل ضغط وتجيب اكتر من هدف طالما تقدر تكسب اكتر من هدف. وزي ما قلنا للاسف المقاولين ما رحمش دموع اوسوريو لما عيط في الهدف الاولاني، وجه عبغاني كملها وغلط في كوره وهو بيحجز على الكوره لحد ما تطلع ضربه مرمى، لكنه للاسف لمسها فبقت ركنيه. واخر هجمه في المباراه المقاولين يجيب هدف قاتل في اخر ثانيه والحكم يصفر بعد الهدف وتنتهي بتعادل، ويبقى تاني تعادل للزمالك. وخسر الزمالك في اول مباراتين في الدوري 4 نقاط، وما اعتقدش الزمالك عمل الحكايه دي قبل كده، يتعادل اول مباراتين في اول الدوري. لكن زي ما قلنا اوسيريو بيلبس حلو، هدومه حلوه وكل حاجه، لكن الراجل ما عرفش فكره بيعمل ايه في الملعب. وكده خلص الفيديو بتاعنا، وبنقول لكم سلام عليكم. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشترك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.